السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل ترند البيتزا كده بسرعة كده مع بعض كده ونشوف ايه الخطوات بتاعتها. بس عاملة ازاي؟ ما شاء الله، تحفة، جميلة جدا، ريحتها بقى وطعمها جميل جدا. يلا بينا كده مع بعض نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا كوباية من الدقيق وكوبايتين لبن 3 بيضات وفلفل اسود وشوية زعتر وملح وفلفل الوان وبسطرمة و3 بيضات وربع كوباية من الزيت وزيتون اسود واخضر وجبنة طبعا ايه الموتزاريلا. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنزل بالبيت كده في الخلاط، كلها في الخلاط. هنزل بالزعتر معلقة صغيرة وفلفل أسود وملح. بعد كده كوبايتين من الحليب، يعني المكونات دي تقضي الصاج اللي احنا ايه عاملينه. هنزل بقى بربع كوباية من الزيت، ووراها على طول الايه كوباية من الدقيق، ونضرب بقى كل المكونات دي كده في الخلاط. واي بقى زيادات كده على الخلاط من جوه كده ننزلها بالايه بالمعلقه. واجيب الصاج كده وادهنه دهنه زيت بسيطه وهنزل بالخليط. بص الخليط عامل ازاي ما شاء الله، جميل جدا. هنحطها بقى في الفرن لمده ايه ربع ساعه. بعد كده هنحط بقى قبل ما نحطها في الفرن هنحط نرش عليها بالجبنه الموتزاريلا بالراحه كده. مش هتاخد 10 دقايق في الفرن. بعد كده بقى نكون مقطعين فلفل الوان كده، حلوة جدًا، جدًا. وننزل بقى كده بالإيه، بالزيتون نوزّع كده حلو. بس شكلها كده من قبل ما تستوي تشهي. بعد بقى ما نخلّص كده ونحط برضه الإيه، البسطرمة، أي بقى حشو عندِك، فراخ، سوسيس، سلامي، أي حشو. أنا عندي طبعًا بسطرمة فعملناها بالإيه، بالبسطرمة. نوزّع كده البسطرمة حلو أوي كده، وبرضه من فوق شوية بقى من جبنة الموتزاريلا برضه. وبعد كده هندخّلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد بالضبط ربع ساعة. شوفها بقى بعد ما طلعت كده ان شاء الله شكلها عامل ازاي. بصي، يا سلام يا سلام، سلام على الجمال، جميلة جدا وريحتها تحفة. بصي، ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ يلا بسرعة بقى اعمليها كده وقولي لي ايه رأيك، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. سلامة الله يا حبايبي.